طبلية الخبير بالقانون الدولي، ونرحب أيضا من حلب بالدكتور عبد الرحمن ددم رئيس فرع نقابة الاقتصاديين ضيفنا من حلب. أرحب بكما وأبدأ معك سيد بسام، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. كنت مغترب خارج سوريا، وعندما انطلق صندوق التنمية انطلق برمزية أنه من قلعة دمشق، وكنت أحد الحاضرين أيضا في حفل الإطلاق بالأمس. صف لنا مشاعرك، خصوصا بأن هذا المشروع يعتبر هو طريق البداية لإعادة إعمار ما دمره بشار الأسد الهارب. يعني حقيقة بعد تهجير أكثر من 14 سنة ضمن الفترة اللي حكم فيها أو الثورة السورية، فكان يحس في قلبي أنه المغترب لا أستطيع القدوم إلى سوريا باعتبار أنه اسمي على قائمة المطلوبين، شأني كشأن الكثيرين. فبالتالي ظلت حزة في قلبنا أنه ما نحسن نزور سوريا. عندما انتصرت الثورة الحمد لله رب العالمين وحصل التحرير، كنا من السباقين أنا وغيري كثيرين من السباقين بالعودة إلى دمشق إلى سوريا من أجل المساهمة في إعادة الإعمار، لأننا ندرك تماما أن سوريا مدمرة بشكل كامل، أن سوريا مؤسساتها فاسدة، وبالتالي بحاجة للدعم من سواء على الصعيد المادي، على صعيد الخبرات، على صعيد كافة الأصعدة حقيقة وبالتالي الخبرات الغربية الموجودة التي اكتسبناها بالنسبة شخصيا خلال 25 سنة وجودي في برا، ارتأيت أنه مهم جدا أن أساهم في هذه الخبرات وأنا أدعم في ضمن البلد. الطريقة الصحيحة هو أن بحسب البلد بحسب الحالة، بهذه الحالة حقيقة هو أهمية انطلاق صندوق التنمية السوري، لأننا إذا ما درسنا الحالات المشابهة على سبيل المثال سنغافورة ولا قطر ولا الكويت ولا هذه الدول الأخرى، نشاهد أقرب إلينا هي حالة سنغافورة، بحاجة إلى أن يساهم أهل البلد في هذه التنمية. لا نريد اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، ولكن للأمانة أنه يقال باعتبار أن الدمار كبير وشامل جدا، فبالتالي جهود الفردية أو الجهود غير كافية. هي حالة رمزية معينة يمكن أن تكون نقطة بداية للمساهمة بإعادة إعمار البلد، خصوصا بأن سوريا فعليا كما ذكرت وكما هو معروف بحسب الإحصائيات الدولية والتقارير الأممية، حجم الدمار بها كبير، مئات مليارات الدولارات لإعادة الإعمار. لذلك مهم جدا أن لا نعول، أيضا مهم جدا أن لا نعول على الشركات العملاقة الضخمة التي تريد الاستثمار في سوريا، بل على العكس أن ندعم الشركات المتوسطة والصغيرة في سوريا بحيث يتم تشغيل العمالة المحلية وليس العمالة الأجنبية. هذا يتم، وبالتالي الدائرة الاقتصادية تنعكس ضمن داخل الدولة عندما نقوم بتوظيف الكوادر. وللأمانة أقولها من خلال خبرتي موجود برا، هناك كوادر رهيبة جدا عنا إرادة، عنا تصميم، عنا حب الوطن. هذا الشيء كبير. نحن شاهدنا عمليات على سبيل المثال الحرائق، عمليات القصف كذا، لاحظنا أن هناك فزعة الشباب، شيء رائع جدا. حب الوطن كمان شيء رائع جدا. فبالتالي يجب استثمار هذه العوامل حقيقة في إعادة بناء سوريا. لمست هذا الأمر في احتفال الأمس، لمست هذا الأمر والاندفاع من قبل السوريين للمساهمة ولو بجزء بسيط بإعادة إعمار بلدهم؟ أكيد لاحظت هذا الموضوع، بس ولكن نقطة حزت في قلبي أنه انتزع خلينا نقول لم يعمل الرابط اللينك لمدة شيء ساعتين تقريبا في وقت الحماس، نتيجة الضغط الذي كان موجود والجميع يريد أن يساهم. اللينك تبع التبرع توقف ما يعادل ساعتين، فكان له تأثير، وهذا السبب كان لانخفاض المبلغ برأي الشخص. خطأ تقني تم العمل طبعا عليه، هو لا خارج عن النطاق، لأنه نحن بنفهم أنه المنظومة السويفت والمصرفية والإنترنت وكثير من الأمور بحاجة إلى بنية تحتية صحيحة، وبالتالي هذا أمر خارج عن نطاق التحكم للأمانة. معذورين في هذه النقطة. ولكن أنا أتكلم على طريق الاندفاع الشعبي، بأنه هناك الكثيرين من تبرع بدولار و5 دولار و10 دولار. هذا يعطيني شعور أهمية الإحساس الوطني، قديش نحن عنا الإحساس الوطني عالي، قديش الرسالة التي نريد أن نوصلها إلى الشعب السوري أن هناك لحمة وطنية، بغض النظر هناك الكثير من النقاط المبعثرة خلينا نسميه، ولكن هناك الوطن ما هو ما يجمعنا.
حب الوطن حقيقة هو الذي يدفعنا باتجاه هذا الموضوع. فبالتالي ترى الكثيرين من داخل سوريا، من خارج سوريا، حتى الموجودين برا، لا نستهين يعني حبهم للوطن. سنأتي إلى المساهمات وشكل المساهمة الذي سيكون الآن وفي المستقبل، لكن أنتقل للدكتور عبد الرحمن ددم. أرحب بك مجددا دكتور عبد الرحمن.